السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، يا صباح الهنا على حضراتكم، صباحكم ورد ونشاط، صباحكم معطر بذكر الله، اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. صل على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. عندك هدوم ولادك دايما عليها البان، مش عارفة تطلعيه من الهدوم، أقول لك على فكرة حلوة جدا. مكعب تلج من الفريزر، هتبدأي تحطيه على المكان اللي فيه اللبان شوية، وهتبدأي تشيلي اللبان إن شاء الله يطلع معاكي بكل سهولة. جايبة بناطيل جينز لابنك وتحسي إن قماشتها جامدة كده ومش طرية ومتضايق منها لما يجي يلبسها، سهلة جدا إن شاء الله. هتجيبي طبق بلاستيك فيه مية سخنة، تحطي فيه البنطلون وعليه 50 جرام ملح خشن، وسيبيه شوية، بعد كده اغسليه، هيطرى معاكي الأنسجة بتاعة البنطلون، يبقى زي الفل معاكي، وهيلبسه بكل سهولة ومش هيتضايق منه خالص. الفكرة اللي بعد كده القلم الرصاص اللي بيشخبط على الصور. عندك صور وولادك مشخبطين عليها وعايزة مش عارفة تعملي فيها ايه، مكوة هتسخنيها وتبدأي تمشي بالمكوة على الصورة، ان شاء الله هتشيل كل ان شاء الله القلم الرصاص اللي عليها. برضو نفس الحكاية، القلم الرصاص اللي معلم على الحاجات الجلدية اللي عندك، شنطة مثلا جلد معلم عليها قلم زي تقدر تشيليها. المناديل الوايبس اللي هي مبلله بتاعه الصيدليه بتاعه اطفال، تقدري جدا حضرتك تستعمليها في الموضوع ده، وجد هتنفعك جدا. كمان بتنفع في حاجه تانية كمان، وهي تمسحي بيها شاشه التلفزيون، كويسه جدا على فكره وامنه جدا. الكيبورد بتاع الكمبيوتر، اجهزه التليفونات، عدد التليفون حلو جدا في انك تشيل التراب منها بكل سهوله، وبتبقى جميله جدا وبترجع لك الحاجه زي ما تكون لسه شاريها جديده ان شاء الله. الفكرة اللي بعد كده حكاية الصلصة، ناس سألتني على سؤال. أنا دايما لما بجيب برطمان الصلصة حتى لو حطيت عليه زيت دايما له ريحة مش كويسة وبيعفن مني في الفريزر أو في التلاجة عموما، يعني بلاش الفريزر. أقول لك على فكرة بمليون جنيه، والله فكرة تحفة، جربتها جميلة جدا جدا جدا، ومن أحسن الطرق اللي أنت تحافظي على الصلصة فيها. حضرتك هتجيبي بعلبة الصلصة، أول ما بتجيبيها هتفتحي العلبة بتاعتها وهتنزلي كل المحتويات بتاعة العلبة أو البرطمان في قلب كيس التلاجة الأبيض النظيف. بعد كده هتقفليه كويس تخرجي الهواء، بعد كده هتحددي بظهر السكينة على الصلصة، تعمليها مربعات وتدخليها الفريزر تتجمد. بعد ما بتتجمد خالص بتطلعي الكيس تقطعيه، بعد كده بتكسري المكعبات مكعب مكعب وتحطيهم في علبة بلاستيك وتحطيهم في الفريزر. وبكده كل طبخة لما بتيجي تستعملي الصلصة بتطلعي مكعب وتستعملي كل مكعب بتستعملي. الفكرة اللي بعد كده إن شاء الله، وهي فكرة بتاعة إدراج التسريحة. واحدة بعتت لي سؤال على الصفحة بتقول لي: أنا باجي أفتح إدراج التسريحة بتاع الطرح، بحس إن ريحته مكمكمة وحشة جدا ومش عارفة أعمل إيه. هاقول لِك على فكرة حلوة جدًا، اللي هي الفوطة الصحية بتاعة البنات، هتجيبيها تحطّي عليها أي perfume بتاع حضرتِك أو مسك أبيض من عند العطار، تمام، وتبدئي تلزقيها في سقف الدرج من فوق. بعد كده إن شاء الله كل ما تفتحي الدرج هتشمي ريحته حلوة جدًا، وكمان هيعكس على ريحة الطرح بتاعتِك، يخلّي ريحتها جميلة جدًا بدون ما تحطّي لها أي معطر. فكرة حلوة جدًا، جرّبوها. الفكرة اللي بعد كده إن شاء الله، اللي هي فكرة الشوزات اللي بتخلّي تبقى ريحتها وحشة بتاعة ولادِك وهُم جايين من المدارس أو من الدروس. دايمًا باكيت الشاي الأخضر لمّا بتحطيه في قلب الكوتشي بتطَّص كل الريحة، وكمان بتغيّر ريحة الكوتشي تمامًا وبتبقى حلوة جدًا معاكِ بإذن الله، جرّبيها إن شاء الله. الناس اللي بتشتكي لمّا بتيجي تقوّري كوسة وبتلاقي الصَّمغ بتاع الكوسة بيلزق في إيديكِ، دايمًا ادهني إيدِك بزيت قبل ما تقوّري الكوسة. والبتنجان برضه، الثمار بتاع البتنجان عشان تقدري تعوّضي الموضوع ده وما تخلّيش إيدِك تسمَر وأنتِ بتقوّري البتنجان، ادهني إيديكِ بليمون، عصير ليمون، وإن شاء الله مش هتسمَر معاكِ أبدًا إن شاء الله. نورتوني، شرفتوني، أسعدتوني، كل سنة وحضراتكم طيبين وبصحة وسعادة يا رب. يا رب يكون فكرة النهاردة عجبتكم، ولو بأي حاجة بسيطة جدا بشكر حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش في اللايك، صلى على الرسول.